قبل ما نبدأ الفيديو ده لازم تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا الفلسطينيين إن ربنا ينصرهم. ومن أحداث الفيديو اللي فات لما وصل لين للجزيرة العايمة وكان معاه نور المصابة اللي كان عايز يعالجها، وبيوصل على الجزيرة دي لمكان كله أعشاب، فبتقوله نور روح أنت دور على الكنز وأنا هعرف أنا أشفي نفسي هنا. وفعلا بيودعها لين وبيتوجه ناحية البوابة بتاعة المبنى الرئيسي، ولما بيضربها بيخرج له عدد مهول من حبوب النيرفانا وبيجمع اللي بيجمعه، وبعد كده بيروح للبوابة التانية وبيفتحها برضه. وأول ما بيدخل بيلاقي عدد كبير جدا من الحبوب القيمة واللي يقدر ثمنها ب2 مليون حبة نيرفانا. طبعا بيجمع أغلبية الحبوب دي ويكمل طريقه جوه المبنى، وهنا بقى بيوصل لحبة الحياة والموت أخيرا. في نفس اللحظة بيوصل 4 في المستوى التاني من النيرفانا وبيكون عينهم على الحباية دي وبيقولوا لين أحسن لك ما تاخدهاش. ولما بيروح واحد منهم علشان ياخدها ايده بتتحول لهيكل عظمي. ومش بس كده، ده بيجي كمان أحد الأباطرة الأربعة الذئب العنيف تيان. أهو ده اللي ناقص. لو فايتك أي حاجة من الأحداث دي مش محتاج أقولك هتروح فين. بيتكلم تيان معاهم وبيقول لهم شكلكم كده من إمبراطورية الصحراء الشمالية. بيكونوا كلهم مرعوبين لأنهم عارفين إن الراجل ده شرس وقاسي جدا، عشان كده بقى بيطلق عليه اسم الذئب العنيف. وبيعرف لين كمان وبيقول له أنت بقى لين اللي قلب الدنيا. بيقولوا إن ليو بي بيحترمك. بيقولوا لين أنا شفت الراجل ده مرة واحدة بس، فما فيش حاجة ما بيننا اسمها الاحترام. في نفس اللحظة دي بيدخل القاعة ناس كتير قوي وبيشوفوا حبة الحياة والموت، وبيقول لين أنا لازم اخد حباية الحياة والموت دي قبل ما يحصل مشاكل. وبيشوف الناس الذئب العنيف وبيقولوا ده ايه اللي جابه هنا ده بيقولوا عنه انه قتل متمرس قوي في المستوى التاني من النيرفانا. اعتقد ان مفيش حد يجرؤ ان هو يستفزه. بيتكلم تيان ده وبيقول حباية الحياة والموت عجباني، واعتقد يعني انكم هتسمعوا كلامي ومحدش هيضايقني. فبيقول الناس لو تجرأ اي شخص دلوقتي ووقف ضده فدي هتبقى نهايته. وبيقول اللي حاول يمد ايده على الحباية بصراحة يا ريس اول حد جه هنا كان لين. بيتكلم تيان مع لين وبيقوله بص يا لين انا متأكد ان انت مش هتعترض طريقي صح؟ بيقول لين حاجة بتصدمهم كلهم. بيقول حبة الحياة والموت دي انا محتاجها برضه، ايه رأيك نحل الخلاف ده بقوتنا؟ بيقول الناس ازاي الواد ده يجرؤ يقول حاجة زي دي؟ ده حتى كون ما ينفعش نقارنه بيه. الراجل ده شرس لدرجة انه ممكن يقتلك من غير ما تحس. بيتكلم الشخص ده مع نفسه وبيقول الشقي اللي اسمه لين ده ما احترمش تيان قدام الجميع. تيان مش هيعديله اللي بيحصل ده بسهولة. بيتكلم تيان مع لين وبيقول له صدق انك عيل شقي يلا، انا مش بحب حد ياخد حاجة انا عايزها. لو عايزني اهجم عليك بجد عايزك تمد ايدك على حبة الحياة والموت وانا هوريك هعمل فيك ايه. بيقول له لين طب حلو قوي كده وريني بقى هتعمل ايه. بيضحك تيان وبيقول له صدق انك شجاع يلا. وبتبدأ الهالة تخرج منهم هما الاتنين استعدادا للهجوم، وبياخد تيان المبادرة هو وبيهجم على لين بكل قوته. وبيقول له يا لين انا مش هتراجع ابدا في ان انا هجم على الاخرين حتى لو كانوا اضعف مني او اقوى مني، عشان كده انت عمرك ما هتتحمل ضربة واحدة مني. يلا بقى روح للجحيم علشان المفروض كنت تروح من زمان. وبيهجم هجوم قبضة انقضاض جيش الألف ذئب، والهجوم ده فعلا بيخرج منه العديد من الذئاب القوية. بيقف لين قدام الهجوم ده ويخرج التعويذة بتاعته ويستخدم معاها إصبع السجين السماوي العظيم، وبيواجه الذئاب دول بال5 أصابع. وبيحصل ما بين الهجمتين تصادم قوي جدا لدرجة ان كل الموجودين مش مصدقين كمية القوة اللي خارجة من الهجومين. وبسبب التصادم ده بيحصل انفجار كبير جدا وبيتراجعوا هما الاتنين. بينبهر الناس وبيقولوا لين دونج قادر ينافس تيان. المشكلة ان الفن القتالي بتاع تيان ده قادر ان هو يصيب ممارس قوي في المرحلة التانية من عالم النيرفانا، ومع ذلك لين قدر ان هو يمنع وقوعه. قوة الواد ده مش ضعيفة خالص، الواد ده طلع اقوى مما نعتقد بكتير. بيقول لين بقول لك ايه يا تيان، الساحة اللي احنا فيها دي موجود فيها العديد من المقاتلين القدام، انا شايف ان انت متعجرف جدا وده هيسبب لك مشاكل. وبسرعة البرق لين بيجري على حبة الحياة والموت، وده لان اللورد قدر يلاقي طريقة هيقدر يتعامل بيها مع دايرة الحياة اللي موجودة حوالين الحباية. وبيتصدموا كلهم اللي هو هيروح ياخد الحباية كده، الواد ده عايز يموت ولا ايه؟ وبيقرب قوي لين وبيمد ايده علشان ياخد الحباية. بيتعصب جدا تيان وبيقول له صدق انك عيل احمق جاهل، انت بتبالغ في تقدير نفسك قوي يلا. ما تفكرش يعني علشان بيتكلم عنك بشكل كويس هتعتبر نفسك شخصية
قوية عظيمة. انا بقى هخليك تشوف النهاردة حجم المشكلة اللي انت وقعت فيها نفسك معايا. وبيوجه لكمة قوية لولبية ناحية لين، فبيخرج شياو على طول وبيتصدى للهجوم ده، وبيقول لين اطمن يا لين، في ظهرك راجل، كل اللي عليك تعمله انك تاخد حباية الحياة والموت. وفعلا شياو بيتصدى لتيان. طبعا التصدي ده بيغيظ تيان جدا، بيبص لين على شياو وبيقول قوته البدنية ومهارته المفروض تخليه قادر ان هو يحارب تيان لشوية حلوين. بيهجم تيان تاني وبيقول له صدق انك عيل واخد ازاي تجرؤ انك تتحداني وتقف في طريقي، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ ساعتها بيخرج له شياو قوته الحقيقية، فبيستغرب جدا الناس وبيقولوا هو الواد ده كمان في المستوى الاول من عالم النيرفانا، شكله كده بنفس قوة لين هو كمان. بيصيح تيان وبيقول له ابعد عن طريقي يلا بدل ما موتك. ما بيسمعش شياو الكلام خالص وبيهجم كمان على تيان، بس بيقدر تيان ان هو يصد هجوم شياو وبيتريق عليه وبيقول له انت فعلا حصلت على القوة، بس مستحيل امثالك يقدروا يكسروا درع الجسد الذهبي بتاعي. وبيهجم تيان وبيفعل شياو درع النمر الشيطاني وبيصد هجوم تيان هو كمان، وضربة من هنا على ضربة من هنا وصدة من هنا على صدة من هنا. وفي خلال المعركة الدموية دي بيكون لين قرب ان هو ياخد حباية الحياة والموت، بس المشكلة بقى ان لين بيقرب للحباية ببطء جدا وبيكون خايف لا يتم استنزاف شياو وتيان يجيله. انا لازم انجز الموضوع ده بسرعة شويتين. عايز اقولك ان القتال كان قوي جدا ما بينهم هما الاتنين، وفي نفس الوقت الاتنين كانوا بيشعروا بالاحباط الشديد، لان بالطريقة دي ازاي مقاتل زي ده قدر يصمد قدام تيان؟ دي حاجة تضر سمعة تيان. وبالنسبة لشياو فهو شخص من سلالة نمر شيطان السماء ورغبته في الفوز كبيرة جدا، فبيستخدم شياو تشكيل ملك الشياطين المتحول وبيتحول لزئير الاسد. ومش عايز اصدمك واقولك ان شياو بعد ما تحول لاسد استخدم الجوتسو بتاع ناروتو وبيهجم هجوم قوي جدا على تيان، بس تيان ما بيسكتلوش وبيقدر ان هو يصد شياو وبيحصل ما بينهم انفجار قوي. في نفس اللحظة دي الحمد لله ابننا لين بيقدر اخيرا يمسك حباية الحياة والموت، فبيظهر له اللورد وبيقول له صدق انك جامد جدا يا لين، اخيرا هقدر ان انا اتجسد لبني ادم في اي وقت بقى. بنرجع تاني نشوف الانفجار القوي اللي حصل ما بين شياو وتيان واللي بيصدم الجميع بالقوة المهولة اللي خارجة من الهجوم ده. ولما بيبصوا على الشخص اللي اتضرب بيطلع هو تيان اللي اتضرب، ومش بس كده ده تم كسر درع الجسم الذهبي الخاص بيه. بيهدده كده شياو وبيقول له قرب مني كده وربنا لا زعلك. وبيتكلم تيان مع نفسه ويقول انا مش عارف الاتنين دول جم منين، هما الاتنين في المستوى الاول من النيرفانا وعندهم قوة كبيرة قوي، اكيد كمان العيال دي لسه معاها ورقة رابحة. وبيتصدم صدمة عمره كمان لما بيستوعب ان لين اخد حباية الحياة والموت، لانه بص عليها ملقاهاش في مكانها. وطبعا ده غير صدمة الراجل اللي اتحولت ايده لهيكل عظمي لانه مش مصدق ان لين اخدها بكل سهولة كده. بيصيح تيان وبيقول له انت ازاي كسرت دايرة الحياة والموت كده بسهولة؟ بيستفز لين وبيقول له لا ده حظ مش مشكلة عادي. بيفرح شياو لاخوه لين وبيقول له الف مبروك يا لين. وبيكون لين كمان مبسوط من شياو ان هو قدر يتصدى لتيان لحد دلوقتي، لان كده شياو يبقى اقوى مما كلنا تخيلنا. بيتكلم قبله من اللي واقفين وبيقول احنا لو كلنا اتجمعنا على لين هنقدر نستولي على الحباية غصب عنه. بيقول تيان ده مستحيل، الاتنين دول مش اشخاص عاديين، ده في واحد منهم قادر ان هو يصد تيان بسهولة، لو الاتنين تقاتلوا مع بعض ضدنا احنا هيتعامل معانا الجلاشة حرفيا. بيصح تيان وبيقول ماشي يا لين، انا هعرفك ازاي تاخد مني حباية الحياة والموت، ما تفكرش ان اللي حصل ده هيعدي على خير. بيغيظه لين وبيقول له طيب يا شاطر تعالى وريني غضب الذئب العنيف ولا الفرخة العنيفة بتاعتك دي كده. بيتكلم تيان مع نفسه ويقول انا كنت هخسر والولد اللي معاه بيقاتلني لوحده، ما كنتش اعتقد ابدا ان عيلين زي دول هيستفزوني، وكمان يبدو عليهم هما الاتنين انهم لسه ما خلصوش قتال، فمن المستحيل ان انا احصل منهم على حباية الحياة والموت النهاردة. وبيقول لين ماشي يا لين ما تفرحش قوي، اللي حصل النهاردة ده ما خلصش لحد هنا. وبياخد ديله في اسنانه وبيطلع يجري. فبيقول الناس ازاي لين ده مش خايف من تهديد الذئب العنيف، انا فهمت ليه دلوقتي قدر يرتقي ويوصل للشهرة في فترة قصيرة من الزمن. بيبص لين بس كده بطرف عينه للاربع رجاله اللي كانوا عايزين ياخدوا منه الحباية بيطلعوا يجروا. فبيقول لين ازاي كانوا عايزين يسرقوا حاجة انا عايزها بالشجاعة اللي عندهم دي، دول مش رجالة اصلا. وبيقول لشياو يلا بينا نمشي من هنا يا شياو. وبعد ما بيمشوا بيقول لين احنا دلوقتي معانا حباية الحياة والموت،
الموت، انت ناوي تستخدمها امتى يا لوردايا؟ بيقولوا اللورد لما اخلص من تسوية كل حاجة واظبط نفسي، لان في حاجة الاول لازم اعملها اسمها الاستعداد الجسدي، ودي حاجة مش سهلة على فكرة. بقول لك ايه يا لين؟ بيقولوا لين في ايه يا لورد؟ عايز ايه؟ بيقول له اللورد بجد شكرا ليك على اللي انت بتقدمه لي ده. بيرد لين عليه وبيقول له مالك بقيت محترم كده ليه يا لوردايا؟ انا مش متعود منك على الاخلاق دي، انت المفروض ممارس قوي جدا ولا زلت قوي لحد دلوقتي، كل اللي انا بعمله ده مجرد استثمار. بيقول له اللورد خلاص ما تقلقش يا لين، اول ما انا اتعافى مش هسمح لاي كائن ان هو يضايقك. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيقربوا لانقاض الطوائف الاربعه الغامضه، وبينما هم ماشيين بيقابلوا حد واقف في وشهم، واول ما بيبص عليه لين بيطلع سوسن. ليك وحشه والله يا سوسونه، يلا بقى جهز نفسك علشان تاخد على قفاك. بيتكلم سوسن مع نفسه وبيقول اخيرا شفت لين مره تانية. وبيقولش ياو انا عارف الواد ده الولد اللي دايما بيقعد يضايق اخويا لين، هو بيهدد اخويا لين وانا لازم اقضي عليه. بيتكلم سوسن وبيقول ازيك يا لين، اخيرا التقينا بعد طول انتظار. بيقول لين ده انت اللي اخيرا تجرأت وخرجت من المخبأ اللي انت كنت قاعد فيه. بيرد سوسن ويقول ما انت عارفني يا لين، مش بظهر غير لو انا متأكد ان انا هيبقى عندي فرصة ادوس على وشك، انا شايف ان الشخص اللي المفروض يخاف من التاني هو انت. بيقولوا لين طب وحياة امك المرة دي بقى انا ما هسيب لك فرصة تهرب، مش هرتكب نفس الغلطة مرتين. بيرد سوسن ويقول كلمة واحدة بس مني يا لين هتخلي عيلتك اللي انت حاولت تحميها مش موجودة اصلا، بس استنى عليا لما نخلص وانضم للطائفة الفائقة، وربنا لخليك تنهار على الارض من كتر اللي هعمله فيك. بيقولوا لين ايه ده انت عايز تنضم للطائفة الفائقة؟ للاسف مش هيبقى لك فرصة اصلا انك تنضم ليها، انا شايف ان كفاية كده هزار لحد هنا بصراحة، وعايز اشوف ازاي انت اتحسنت بعد ما اختفيت لفترة طويلة كده. بيرد سوسن ويقول وانا كمان عايز اشوف انت وصلت لفين. وبيكونوا هما الاتنين واقفين قدام بعض والقتال شكله هيحتدم بينهم. بيقول الناس اللي موجودين بصوا على الاتنين دول على وشك ان هما يتقاتلوا، وهما الاتنين برضو في المستوى الاول من عالم النيرفانا. بيتكلم سوسن مع لين وبيقول له انا عارف ان انت تغلبت على كون من امبراطورية كليف الشيطانية، بس انا بقى قريب كنت بقاتل متمرس في المرحلة التانية من عالم النيرفانا، وهرب من قدامي بعد اصابته بجروح بالغة اثناء القتال. وبيبدأ على طول سوسن في الهجوم على لين، فبكل سهولة كده لين بيصد الهجوم ده، وبيغيظ سوسن وبيقول له المستوى اللي انت بتقدمه ده اقل بكتير من اللي انا عايزه. طبعا بيتغاظ جدا وبيقول له طب وربنا لخليك تشوف شكل فنون القتال الحقيقية دلوقتي. وبيخرج سوسن كل القوة اللي عنده، فبيشوفه لين وبيقول ده بيستخدم فنون القتال الروحية. بيبدأ سوسن بالهجوم وبيقول له انا بقى هثبت لك يا لين ان انا العبقري بتاع العيلة، وموهبتي ما تقارنش باي حد تاني. بيبص عليه لين وبيقول هو ايه الغباء ده؟ ليه الواد ده بيمارس الفنون القتالية وهو مقلوب رأسه مكان رجليه؟ بيقول له اللورد خلي بالك يا لين، اللي هو بيعمله ده اسمها فنون الدفاع عن النفس الروحية من طائفة الفنون القتال الأرضية. في اللحظة دي بيتجسد هجوم سوسن مهارة السلف القتالي السماء الدوارة. بيتريق عليه لين ويقول هو الفن القتالي ده ما بيشتغلش غير لما سوسن يتقلب من فوق لتحت كده. بيستغل سوسن الفرصة وبيرفع كف ايده كده علشان يضرب لين، وبيبقى متعصب لان لين سخر من الفنون القتالية بتاعته، وبكل قوته بيوجه لكمة قوية جدا ناحية لين. فبيستغرب الناس وبيقولوا هي دي فنون قتال روحية؟ يا ترى مين الشخص القوي اللي بيهجم على لين ده شكله شبه لين. الولا لين ده دايما بيقع في متاعب في اي حتة بيروحها. بيبدأ لين يجهز هجومه وبيستخدم اصبع السجن السماوي العظيم. بيستغرب الناس اكتر لما بيلاقوا ان لين كمان عنده مهارات فنون قتال روحية، وبعدها لين بيزيد قوته وبيستخدم ايد السجن السماوي العظيم كمان، وبيتصدى للهجوم بتاع سوسن. ومن شدة التصادم اللي ما بين الضربتين بتتفتت الصخور اللي موجودة في المكان كله، وبيعمل سوسن كل اللي يقدر عليه علشان يتغلب على لين. وبيسمع الناس اللي موجودين صوت انكسار قوي جدا، وبيستغرب لين وبيقول ايه صوت الكسر اللي بيحصل ده؟ يا ترى ده الصوت اللي اصدرته روح يد السجن السماوي العظيم؟ بتطلع المفاجأة ان الهجوم اللي اتكسر هو الهجوم الخاص بسوسن. بيقول الناس الراجل ده هو روح الفن القتالي، الهيئة اللي كان عليها هي هيئة زعيم طائفة فنون القتال الارضي، ده قوي جدا لدرجة ان هو يقدر يخلي الارض والسماء تهتز. ما اعتقدتش ابدا ان الفنون القتالية هتبقى بالقوة دي، بس لين قدر يصد هجوم سوسن بكل سهولة. بيبقى سوسن واقف مش مصدق اللي حصل وبيقول ازاي قدر يحطم روح الفن القتالي بتاعي؟ مستوى
الفن القتالي بتاعي ده اعلى من كل فنون المستوى القتالية اللي في مستوى الارض. بيتكلم الشيطان بتاع سوسن وبيقول له خلي بالك يا سوسن، الطفل ده مش عادي، انا حاسس بتموجات خطيرة جاية من ناحيته. بينبهر سوسن وبيبص لين وبيقول ليه وغد زي ده يتحس من ناحيته بالخطر؟ دي حاجة مستحيلة، ليه الواد ده عنده القوة دي كلها؟ ازاي يخلي مو يشعر بالخطر من ناحيته؟ تبا بجد. وبيقول هو ده ممكن يبقى بسبب الروح الشيطانية اللي داخل جسده. بيقول له مو الشيطان انا مش قادر احس بموجة الروح الشيطانية اللي عنده، فبصراحة مش عارف حالتها، بس عايز اقولك انك حتى لو بتمتلك ارث طائفة فنون القتال الارضية كلها انت مش هتقدر تقتل لين، لازم تهرب منه في الحالة اللي احنا فيها دي. اكتر حاجة مهمة لينا دلوقتي ان احنا نحصل على ارث الطوائف الاربعة الغامضة، على الرغم من ان طائفة فنون القتال الارضية بيشاع انها راس الطوائف الخمسة الحامية، الا ان لو قارناها بالطوائف الاربعة الغامضة ففي فرق كبير قوي في القوة بينهم. لو انت يا سوسن حصلت على اي كنز منهم هتقدر ان انت تعمل الجلاشة مع لين، وساعتها مش هيبقى له اي فرصة قدامك. طبعا الكلام ده بيدخل في مخ سوسن بيخرمه وبيبقى هدفه انه يحصل على الكنز، وفي لحظة كده بيطلع يجري من قدام لين، فبيقف لين كده وبيقول هو اللهطل ده بيعمل ايه؟ يبدو كده ان هو متجه ناحية الطوائف الاربعة الغامضة هو كمان، بس انا قلت قبل كده ان انا مش هسمح له يهرب مرة تانية. وبيمشي لين لحد ما بيوصل المربع القديم، وبيقف عند حاجة كده اسمها المساحة المشوهة، وهي دي اللي بتؤدي للاطلال. وبيتفاجئ لين لما بيلاقي قدامه ليو بي ولينج، طبعا احنا فاكرين الناس دي كويس قوي. وكمان بيلاقي تيان وفي شخصين معاه، الشخص الاول جسمه شبه شياو صاحبنا بس فيه هالة متوحشة وعنيفة بتخرج منه، والشخص التاني ده شكله ضعيف قوي بس بتصدر منه هالة مش ضعيفة خالص. شكلهم كده هما دول اسياد المنطقة الشمالية الغربية اتجمعوا. وبيبص لين كده قدامه بيلاقي سوسن، وبيسمع لين حد بيتكلم من وراه وبيقول له انت عندك اعداء كتير قوي يا لين، واكيد كمان عشان هزمت كون معاك المفتاح بتاعه، الكلام ده معناه انك الوحيد اللي معاك مفتاحين. وبيضحك وبيقول له الموضوع ده مثير للاهتمام، للاسف يا لين انت جوه هتواجه متاعب كتير قوي، خلينا نشوف بقى هتتجاوز الوضع جوه ازاي. وبيجري على طول يدخل للمساحة المشوهة. بيقول لي ما كنتش اعتقد ابدا ان شخص زي يانسين هيبقى مهتم بحاجة زي دي، يلا يا لينج خلينا ندخل احنا كمان، لان اول ما هنتجاوز المساحة المعوجة دي هنوصل للانقاض. وكمان الاشخاص اللي موجودين بيجروا على الدايرة علشان يحصلوا على اي حاجة من انقاض الطوائف الاربعة الغامضة، بس الاوغاد دول اول ما بيدخلوا للدايرة دي بيتقطعوا حتت. فبيقول لهم لين صدقوا انكم شوية اغبياء، ده لو جسد النيرفانا ذات نفسه دخل ممكن يتقطع. وبيقول لشياو يلا بينا احنا ندخل يا شياو، وبيندفعوا هما الاتنين بقوة في الفوضى. وبيبدأ لين يتجاوز الشقوق دي بحذر لحد ما لين اخيرا بيوصل لانقاض الطوائف الاربعة الغامضة. وبيجري واحد من اللي دخلوا على البوابة علشان يحصل عليها اول حد، واول ما بيوجه لها لكمة كده مش بيقدر يفتحها بقوته، وفجأة بتترد عليه ضربة من البوابة دي بتموته على طول. وبيبقوا كلهم واقفين مرعوبين من اللي حصل ده. وبيقول لين مش من السهل ابدا انك تبقى وريث الطوائف الاربعة الغامضة، انا متأكد ان الورث خلف تلك الابواب البرونزية الاربعة، اول ما الابواب دي تتفتح انا هحصل على الارث بتاعي. بيقف الناس اللي دخلوا عاجزين انهم يقدروا يفتحوا البوابة دي، لدرجة انهم بيصدقوا انها مستحيل تتفتح. بوابة الطوائف الاربعة الغامضة مزعجة جدا. بيتكلم حد في الناس وبيقول لهم عايزين تعرفوا ازاي الابواب البرونزية دي بتتفتح؟ بيبص كل الناس كده بيلاقوا اللي بيتكلم سوسن. بيكمل سوسن كلامه وبيقول الابواب دي مش هتتفتح بالقوة الوحشية، لانك عشان تفتحها لازم يكون معاك المفتاح، ومفتاح الابواب دي هي المفاتيح الاربعة القديمة. بيبص كلهم كده اللين بطمع وبيقولوا الواد ده معاه مفتاح. بيقول لهم سوسن لا لا لا، الواد ده مش معاه مفتاح واحد، لين معاه مفتاحين، لانه هزم كون فاكيد هو اخد المفتاح القديم من ايده، خلينا نقاتل مع بعض ضده وناخد منه المفاتيح اللي معاه كلها. بيكون تيان مبسوط من اللي هيحصل في لين قوي وعايز ينتقم منه. بيتكلم ليو وبيقول وانا كمان معايا مفتاح قديم، انا صادفت امبراطورية كده في طريقي واخدت منها مفتاح، يعني انا مش عايز مفاتيح من لين ده، حتى شين كمان ما بيكونش عايز مفتاح لان معاه مفتاحه. بيتكلم سوسن وبيقول ما كنتش اعتقد ان الاتنين دول يبقى في جبعتهم كده. بيخرج تيان وبيتريق على لين وبيقول له شفت بقى زي ما انا قلت لك، انت عندك اعداء كتير قوي وهتندم على اليوم اللي انت اتولدت فيه. بيستفزه سوسن وبيقول له بص يا لين، انت لو مش عايز تموت هنا دلوقتي سلمنا المفاتيح حالا، وبغض النظر عن اللي معاك فوسط مجموعة الناس دي كلها انت كده كده هتموت. بيبقى كل الناس مستنيين
ايه اللي بيحصل وبيقولوا يا نهار ابيض يا لين، انت في دلوقتي 3 من الاسياد متحدين ضدك، يا ترى هتعمل ايه؟ والمشكله ان كلهم مؤهلين انهم يتجاوزوا للمحنه الثالثه من النيرفانا، يعني اي شخص ممكن يشعر بالخوف منهم لمجرد انهم واقفين. بيتكلم الثعلب اللي مع تيان وبيقول انت يالا اللي اسمك لين دلوقتي معاك مفتاحين قدام، فانا عايزك تدينا واحد من الاتنين اللي معاك دول. طبعا لين لو عمل كده وسلموا المفتاح، الاربعه التانيين هيتخانقوا معاه علشان ياخدوا المفتاح التاني اللي مع لين، او ممكن لين ما يسلمش اي حد مفاتيح خالص وكلهم هيتقاتلوا مع بعض ضده. بتيجي فكره جامده جدا للين وبيقول له كده كده هي واحد، انا وشياو نعتبر اتنين، فالمفتاحين دول هيبقوا مفيدين لينا احنا الاتنين برضه. بيتعصب جدا تيان وبيقول له صدق انك شقي جاهل صغير، احنا ليه اصلا بناخد وندي معاك في الكلام؟ احنا كده عمالين نضيع في وقتنا مع متعجرف متخلف، هو مفكر نفسه بيمتلك بعض المهارات وبيجرؤ ان هو يتحدانا، لازم نعلم شخص متعجرف زيه الدرس ما ينساهوش طول حياته. في اللحظة دي بيدي لين المفتاح التاني لشياو وبيقول له بص يا شياو، اول ما تجيلك الفرصة انك تفتح البوابة البرونزية بتاعتك ادخل وخد الارث اللي جواها، النوع ده من الكنوز هيبقى مفيد ليك يا اخويا، لو الاشخاص دول عايزين المفتاح ده منك ابعتهم للجحيم. بيتحمس جدا شياو بعد ما اخد المفتاح ده، لان المعارك اللي هم داخلين عليها هي اصعب معارك هيخوضوها في حياتهم تقريبا. بيقول سوسن لين بيتجاهل التحذيرات اللي احنا بنديها له، خلينا نتقاتل معاه دلوقتي وناخد كل المفاتيح اللي معاه، اما بقى بالنسبه لمين اللي هياخد المفتاحين القدام خلينا نستنى نحصل على المفتاحين منه الاول وبعدها بقى نبقى نقرر. بيتكلم الشخص التاني اللي مع تيان وبيقول كفايه طمع بقى يا لين، الطماع مش هيحصل على اي حاجه في النهايه. بيرد عليه لين ويقول له انا اسف والله، بس انا حصلت على الكنز ده من خلال تعريض حياتي للخطر، فانت لو عايز تاخده تعال عرض حياتك للخطر وواجهني. بيتغاظ الشخص ده وبيقول له طب بما ان الوضع كده بقى فانا ههزمك شر هزيمه دلوقتي وهاخد منك المفتاح غصب عنك بنفسي. وبيبداوا كلهم واحد ورا التاني تخرج منهم الهاله استعدادا للقتال، وبيتجمعوا هم الاربعه على لين. ساعتها بيتعصب شياو وبيخرج روح النمر الشيطاني اللي بداخله، بس لين بيوقفه وبيقول له استنى يا شياو، وبيكلمهم وبيقول لهم انا قلت لكم قبل كده انا خاطرت بحياتي علشان المفتاحين دول، لو حد عايزني اسلمه لهم هتبقى معركه صعبه عليكم. بيقول تيان انت مفكر يالا انك بتمتلك ما يكفي من القوه علشان تقول كده قدامنا؟ احنا هندمرك بصابع رجلنا الصغير. وكلمه سر الفيديو ده بقى يا ابطال هي البوابات الاربعه. يا ترى بقى يا هل ترى ايه اللي هيحصل في الاحداث اللي جايه؟ استنى الفيديو الجاي علشان تعرف اللي هيحصل. ودول بقى كل الابطال اللي قالوا كلمه السر صح في الفيديو اللي فات. وإلى هنا يا أبطال ينتهي الفيديو الجامد بتاعنا ده. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان معكم أخوكم الملخص الفشيخ، ويلا تشاو.